فقرة البالة، ونسأل الأخ ناصر عن البالة متى وكيف عندكم؟ البالة طبعا في المناسبات يتم المجارة بين شاعرين، وأكثر الشعراء طبعا ما يكون له ظهور، ولكن في البالة يظهر لوجود الجماهير وتشجيعها في البالة، وقد يمكن انه يخرج عبر قناه بعد ما يدخل يجاري في البالة. يعني ما بلا شاعرين ولا شاعر فأكثر؟ لا شاعرين، وإذا في مداخلة يدخل. لا شاعر من شاعر وأكثر، يعني ما تصلح شاعر واحد. لا من شاعرين ثلاثة بقدر الشعراء الموجودين. أيوة ودي داخل. نعم تمام. عن هذا عندنا احنا وياكم. لكن في مارب كيف البالة عندكم في مارب؟ محمد سعيد. هي البالة تختلف فقط في الشكل من منطقة إلى أخرى، أما في المقصد وفي الهدف فهي موحدة. هي منافسة بين الشعراء وتناقش بعض القضايا الاجتماعية والسياسية، ولكن في الألوان تختلف. اللحن أيوة، فيه لون صحراوي حق المناطق الصحراوية، فيه لون للمناطق الجبلية، وفيه لون للبالة المناطق الساحلية، هكذا فقط. إذا ما رأيك يا أخي نجيب نسمع اللون الصحراوي؟ الصحراوي. أيوة. إن شاء الله نبدأ باللون الصحراوي إن شاء الله. صحراوي يلا. طبعا أنا قد سير الأخ محمد. الأخ محمد ادي لنا بالي يلا حفظهم بالك كيف. والأخ ناصر نفس أنا قد على طول اتفقت أنا والأخ محمد اتفقنا على البالة الصحراوي. يلا. الله بسم الله. نبدأ. كيف يلا أنا أدعيك يا رحمن يا والي تحفظ منا وتحفظ من يحبونه. يلا ندعيك يا رحمن يا والي تحفظ يا منا وتحفظ من يحبونه. آمين يا رب تقبل صالح أعمالي، واحفظ وطننا وحاسب من يعادونه. يا قادة الشعب في السفل وفي العالي، واجبنا وحد صفوف الشعب وانصونه. كفيت يا شاعر اقبلك والافعالي، تدعي لرصاص صفوف بابيات موزونه. في وحدة الصف يكمل عز الابطال، والشعب بالوحدة الرحمن في عانه. بالوحدة النصر في الماضي وبالتالي، والتفرقة دايما بالذل مقرونه. دام الوطن في صميم قلوبنا غالي، والله ما نرميها ونخونه. باسم اليمن دايما تتجدد امالي، والله ما نرتضي بالعيش من دونه. لاجل اليمن نبذل الارواح والمال، والعار يغشى وجه اللي يبيعونه. اذله الله من يرضى على اذلالي، والخزي له وهامنه وفرعونه. لا نتطرف بكل انواع الاشكال، والعنصريه باي شكل ملعونه. ولا للارهاب قاتل فرحه اطفالي، هجر مناطق وهب الامس مسكونه. لا للطوايف وفكره عصمه الوالي، وافكار مستورده بالشر مشحونه. نعم للتعايش بين الاجيال، ووحده الصف ضد احداد مدفونه. يا ابو علي شيخ حلول الوضع الحالي، صرنا طوايف نطبق ما يقولونه. ابشر بعزك زمان الخير والصالح،